شو لينا مطالعة الغرفة؟ لا مو طالعة. يعني خلصنا اليوم محاضرات ما ضل عنا شيء. ايش الجامعة بس المحاضرات؟ يعني الجامعة اسمها جامعة لأنه بيجتمعوا فيها العالم. قولي هيك من الأول، يعني هلا أنا فهمت شيء. الحمد لله إنك فهمتي. يعني ليك يا حبيبتي، إذا ناقصكم عزول أنا جاهزة مستعدة أضحي بساعة نوم وأبقى معك. لا حبيبتي رشا مو ناقصنا. يعني رايحة تشوفي أنور وجدي تبعك؟ الله يطعمنا مثل ما أطعمنا. إن شاء الله يا رب. كيفك لينا؟ الحمد لله منيح. كيف المحاضرات؟ ماشي الحال. ايه انا مشتاق لك منيح كثير. حزيني شو شفت بمنامي امبارح. شو؟ يا ستي هذا امبارح سلخت لك عشاء، يعني شو عشوة ثقيلة كثير، سلخت تسقية بزيت وفول بزيت ورغيفين خبز مع صحن مخلل. إن شاء الله صحتين وألف هلا. على قلبك. المهم بعد هي العشوة الثقيلة حطيت راسي هيك على المخدة وسلخت لك اياها نومة. وبعدين قال الكريم خودوا على منامات يا ام اللول. بتقولي مسلسل؟ شو حلمك؟ هذا يا ستي ما انت شفت حالي قاعد على المي وما عم انبل وهيك، والمي عم تمشي من تحتي وانا هيك قاعد متربع ومو هاممني شيء. وبعدين؟ شفت حالي هيك لابس طقم لونه كله هيك اخضر باخضر، بعدين هيك شفتك جاي من بعيد ولابسه طقم كله اصفر باصفر، كنتي عم تمشي مثل راقصات الباليه، يعني على رؤوس اصابعك. يا الله ما هي بهالمنام. وشو صار بعدين؟ فقت مفحم من عطشي، غبيت بريق مي ورجعت نمت. يعني ما عرفت كمالة المنام. لكن بلا، لانه رجعت نمت فشفت الحلقه الثانيه، ما عمل لك مثل المسلسلات المكسيكيه يا بطله مسلسلاتي. يا سلام. وكم حلقة من المنام حكالك؟ 3 حلقات. وإن شاء الله كل منام مثل مسلسلات رمضان 30 حلقة. لا مو دائما حسب المنام، بس بتعرفي هو دائما بيحكي لي عن مناماته وبعديها بيفتح معي موضوع مهم. ايوه، يعني هدول 3 حلقات مقدمة. يعني هيك شيء. ايه، شو الحكي المهم اللي حكالك يا بعدين؟ لا لسه ما حكى، بس اكيد بكره بعد بكره بيحكي. صبي لنا متى، صبي لنا احسن من هالحكي الفاضي. لينا انا امبارح كنت بدي احكي معك بموضوع مهم بس ما صار وقت لانه التهينا بالمنامات. حسيت كان مبين بعيونك في الحكي. ايه في حكي هيك مهم ومصيري كمان. احكي عم بسمعك. لينا نحن صار لازم نحط حد لعلاقتنا. شو؟ شفتي كيف فهمتيني غلط؟ انا قصدي صار لازم نحط حد شرعي لعلاقتنا مع بعض، يعني صار لازم اطلب ايدك رسمي من اهلك. عن شو عم تحكي؟ بتصدق صار قلبي مشلي. لهالدرجة بتحبيني لينا؟ انت يعني ما بتعرف؟ بعرف بس بحب اسمع منك. طيب هلا خلينا بالموضوع المهم. طيب أنا بعد كم شهر هيك بتخرج وصار لازم نفاتح أهلك بقصتنا مع بعض. بس بدك تستنى علي شوي يعني لآخذ موعد من أهلي وتيجي لعنا. طيب ما بعرف أنت شو رأيك؟ يعني خليني أول شيء مهد للموضوع مع أهلي وبعدين بتيجي بتزورنا. لا مهدي على راحتك، بس يعني التمهيد ما ياخذ وقت طويل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو كنت بدي اقول؟ قولي. جاينا بهالكم يوم خطابين. لأنه بنات؟ مشان لينا. ومين هو هالشاب؟ من بيت مين؟ والله ما بعرف، بس يعني على كل حال هن غربة برات الضيعة. شبنا ام جلال؟ من ايمتى كنت تلفي وتدوري؟ احكي بسرعة شو القصة؟ كل اللي بعرفه انه في شاب شايفها بالجامعة وعاجبته وبده ياخذ موعد عشان يجوا اهله يخطبوها. وهالشاب هاد من وين؟ من بيت مين؟ شو الشغلة خبط لزق؟ شو بيعرفني؟ هذا كل اللي بعرفه. خلص بكره منشوفهم بنعرف من وين. بعتي لهم خبر يجوا الخميس الجاي. يعني هذا الخميس؟ الخميس. عن جد ماني مصدق لينا، ماني مصدق حالي، يعني لدرجة انه رح يطير عقلي من الفرحة. عن جد كثير مبسوط. لك قد ما بتتخيل، يعني قد ما اقول لك واكثر. يعني شو قلتي لهم عني لينا؟ بصراحة قلت لهم اللي بضميري وقلبي. لك ان شاء الله بتقبري قلبي يا رب. عن جد لينا، عن جد ماني مصدق امتى يمضوا هاليومين ويجي بكره واللي بعده، يعني هيك بكره وبعده وبكره وبعده. يلي وعدني حيوفي بوعده، بكره بس وبعده. عدنان؟ لك يا روح عدنان ويا قلب عدنان. بكره بس نتجوز بدك
ضل تغني لي هيك؟ لك بغني لك وبدق لك كل عمري. طيب اذا بدك تضلك تغني لي هيك خلينا نلغي موضوع الخميس، بلا هالشغله ما عاد بدي مالي مصلحه. لك ان شاء الله بيقبرني الدم الخفيف انا. شرف مختار. يسلموا يا ابو شحاده. لا تنسوا يا شباب يوم الخميس الجاي بدنا نقوم بالواجب تمام. ولو يا مختار ليش امتى قصرنا بالواجب تجاه ضيوفنا؟ بعرف يا ابو رامز بس هدول غربة عن الضيعة ولازم نبيض وشنا قدام منه. إيه قسما عظما يا مختار انه وشك ابيض ومنور ان شاء الله. كفو كفو يا ابو شحاده. ومين بده يكون معنا بهالجهه كمان يا مختار؟ ابو شحاده انت تكفل بالموضوع وبدك تعزم لي كل وجهاء الضيعة ولا تنسى حدا. ولا يهمك يا مختار، قسما عظما لزبط لك جاها. ايه ما صار مثلها بكل هالبلد. والقهوه المره علي، انا بطبخها وبظبطها. بقى يا ابو جميل قسما عظما وما إلك علي يمين تحلفني، بدنا همتك معنا. مو على عيني وراسي يا ابو شحاده. اذا نحن ما وقفنا مع المختار بهيك لازمه مين بده يوقف؟ المختار له افضال كثير على اهل الضيعه. بارك الله فيك يا ابو جميل، قسما عظما وما لك علي يمين تحلفني. طول عمرك صاحب واجب وما بفوتك المعروف ابدا. الله يخليك يا ابو شحاده. قل لي يا ابو شحاده مين رح يوقف غيرنا بالجاهه؟ عد اصابيعك. انا، انت، ابو رامز، ابو مشعل، ابو وضاح الشحمير، وباقي الوجهاء كلهم تعرفهم بلا ما اعد لك انه واحد واحد. اتكلنا على الله يا ابو شحاده. قول للمختار نحن كلنا بهالضيعه خرطوش فردو. قسما عظما وما لك علي يمين تحلفني. كفو كفو يا ابو جميل. حبيب اذا سمحت. هون يا تسلم لي عينك، بتعرف وين بيت المختار؟ ولو في حدا ما بيعرف بيت المختار؟ طيب في مجال تدلني عليه؟ بيت كرم عيونك، شريف تفضل. شو جبت لي اياها يا مختار؟ ممتازين يا ابو رامي، شي ببيض الوش. صحة وهنا. على قلبك. ايه قسما عظما ما لك علي يمين تحلفني كانهم مو جايين. ما قالوا اين ساعة بدهم يجوا؟ لك ليش بصرتك محروقة يا ابو شحاده؟ هلا بيوصلوا شبك. يا مختار عم يخطر لي نبعت كم شاب من عنا حتى يستقبلوهم، مو حلوة يجوا على باب الحارة ما يلاقوا في حدا. والله مزبوط عم تحكي يا ابو رامز. خلي بعض الشباب يوقفوا برا يستقبلوهم. انتبه علي انت وياه، ما بدي فوضى ها. واحد بيضيف القهوة المرة، والتاني بيفتل بالمي الباردة، والتالت بضيف شوكولاتة ونوغا. ديروا بالكم لازم نبيض وشنا ها. الله يرضى عليكم. وشلون بدنا نعرف مين اكبر واحد يا مختار؟ ما بدها زكا يا ابو جميل، اول واحد بفوت هو كبيرون. يلا همي يا شباب همي. تفضلوا يا شباب على النظافه. يلا تفضلوا يلا. هداك هو بيت المختار. هوني؟ ايه عند الشباب هوني. طيب ليش في كل العجقه؟ والله سمعت عندهم لازمه اليوم. يلا عن اذنك. الله معك يسلموا ايديك. لازمه؟ غريبه ما قالت لي لينا انه عندهم لازمه. ليكون اجيت بوقت مو مناسب. بس هني قالوا لي اجي. روح خلص حاتكل على الله وفوت. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. والله المختار موجود؟ ايه ومين حضرتك؟ أنا عدنان زميل بنته لينا بالجامعة وفي اليوم موعد بيني وبينه. يا ميت أهلين وسهلين، أهلا وسهلا أستاذ عدنان، شرفت. تفضل تفضل أهلا وسهلا. تفضل تفضل أهلا وسهلا. يا مختار وصلوا الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا ابني، تفضل تفضل. شرف. اهلا وسهلا يا ابني، شرفت. شكرا يا عم. وحضرتك نعم حضرته كبيرنا ومختارنا، وقسما عظما ما لك علي يمين تحلفني، الشباب اكابر وجهاء الضيعه. تشرفنا. وانا عدنان، عدنان شيخ الشباب. اهلا يا ابني، اهلين. عفوا بس لكون اجيت بوقت غير مناسب. اللي يا ابني، انت جاي لحالك ولا معك حدا؟ حدا مثل مين؟ يعني جاهة. مالك سمعان بشيء اسمه جاهة؟ يعني اهلك، اخواتك، عمومك، اي حدا يعني. والله ما خطر ببالي هيك شيء، يعني انا بقول على طول انه يعني ما في ضروره لهيك رسميات. رسميات؟ وين الاول مره يا ابني؟ اسلق بدنك على هالفصل. شو لحاله جاي زبون العوافي؟ وين فكر حاله جاي على خان؟ شو فيها يعني؟ لك شو فيها؟ شو ما بتعرفي؟ لك يا مجدوبة، إذا جاب معه جاهة قدروا قيمة إلك وإلنا، هيك جاي عم يخفق بطوله، يخرب بيته شو لبخه وما بيفهم بالأصول. أمي ليش هيك عم تحكي؟ لك روحي نقلي وشي، تضربي أنت وياي بهالموديل. الحقيقه يا عمي انا جاي اتشرف واطلب منكم ايد بنتكم لينا. قبل ما تطلب يا ابني، نحن بنحب الاصول والتقاليد، ومو اصول ابدا انك تجي تطوطح بايديك. انا جمعت لك كل وجهاء الضيعه مشان اعمل لك قيمه، بس انت ما عملت لنا قيمه ابدا. بس يا عمي ما بدها بس. روح اتكل على الله وشرف وجيب جاهه معك، واهلا وسهلا فيك. يا ابني وين لهو المره؟ ضيفنا مستعجل وبده يمشي. الله وكيلك، قلبت قد الكبايه قدام اهل الضيعه. يا شماتة ابو وضاح الشحمير فيني. طول بالك، إيه مالك شايفه عليه لاحة الجدبة؟ الله وكيلك مو عارفان ربه وين حاطه. وين مقصود تربي بنتك؟ رحت تحرد عند ستة. نبي حافظ تخليها حرداني، لكن هذا شكل بتعرفنا عليه؟ يا شماتة ابو وضاح فيني. يعني قلت الله يصلحك، ما عرفت تجيب لك كم زلمه. يعني انا شو بيعرفني انه اهلك قاضينا جدك هالقد؟ ايه، وهلا شو بدك تساوي؟ شوفي لينا، انا خسرت معركه بس ما خسرت الحرب، والمره الجايه رح اعرف كيف اطبخها. وكيف رح تطبخها؟ واهلك بدهم جاهه؟ لك علي المره الجايه اجيب لك جاهه ما صارت بتاريخ الضيعه كله. عن جد؟ طبعا لينا، يعني انت ما بتعرفي قديش انا بحبك، يعني اذا بيطلع بايدي اجيب لك كوفي عنان على الجاهه ما بقصر، بس هيك اعطيني شويه وقت. مين المرحوم ابو عدنان؟ المرحوم ابو عدنان اللي كان يشتغل معاون رئيس المرآب عند حضرتكم هون بالمؤسسه. عرفته. بشو بقدر اخدمك؟ يعني انا بصراحه قصدك بخدمه انسانيه واجتماعيه بنفس الوقت. قلت لي اجتماعيه وانسانيه؟ تفضل احكي عم بسمعك. بصراحه انا ناوي اخطب لينا زميلتي بالجامعه، فلما رحت تقدمت لاهلها طلبوا مني طلب عجيب غريب. قال شو يا سيدي؟ قال لازم تجي معي جاهه. فقلت مو مشكله، اللي ما بيجي معك تعا معه. وبلشنا نجمع بهالجاهه، وقلت لحالي يعني هيك بيني وبين حالي، بما انه المرحوم الله يرحمه كان يحبك، يعني قد ما قال لك واكثر كان يحبك، فقلت ما بتخجلنا وبتجي معنا على الجاهه. لك ابني انت في شي بعقلك؟ انا؟ لكن معقول يروح معك اخطب لك وانا لا بعرفك ولا بعمري شفتك؟ بس المرحوم كان حبيبي انا شو بدي بالمرحوم وما مرحوم؟ انا مالي فاضي، عندي شغل. تفضل. انا مرحوم. المرحوم ابو سطيف الله يرحمه زوج خالتي اللي كان يشتغل حاجب عند حضرتكم. ما تذكرته. المهم شو بدك؟ الحقيقه انا قاصد حضرتكم بخدمه اجتماعيه وانسانيه وتربويه بنفس الوقت. تربويه. طيب شو هي الخدمه؟ القصه وما فيها انه انا ناوي اخطب لينا زميلتي بالجامعه، ولما تقدمت لاهلها طلبوا مني اني اجيب معي جاهه.
ايه وبعدين؟ والله ما كذبت خبر، انا بلشت جمع بهالجاهه وقلت لحالي يعني هيك بيني وبين حالي انه بما انه المرحوم ابو سطيف الله يرحمه زوج خالتي كان يحبك كثير، فبلكي هيك يعني بتآجر معنا بهالجاهه. اجر معكم؟ شو شايفني فاضي اشغال؟ انا جنازه امي ما بدي تطلع فيها، بدك كان يروح يخطب لها؟ روح عم روح الله يعطيك روح. كرمان الله استاذ، والله الشغله فيها ثواب قد ما اقول لك واكثر. يا ابني انت مين بعتك لعندي اليوم؟ المرحوم ابشادي الله يرحمه. ومين هذا ابشادي؟ هذا ابن خالة المرحوم ابي الله يرحمه، اللي كان فاتح دكان تسمانه بحاره الشواكيش محل ما كنتوا ساكنين حضرتكم قبل ما هيك الله يفتح عليكم وتصيروا مسؤولين. ابشادي اللي كان يبيعك على الدفتر. شو انا؟ قوم اطلع لبرا بقى. قوم هنا! مرحبا استاذ باسم. اهلا كيفك استاذ باسم؟ اهلا وسهلا. والله انا معجب كثير باعمالك، بالاخص دور الحشاش بالمسلسل الاخراني. استاذ ممكن توقيعك؟ ايه من عيوني. استاذ فيني اطلب منك خدمه؟ طبعا فينك، تفضل. استاذ مو الفن لخدمه الجماهير وقضايا الجماهير الحاشده؟ طبعا اكيد. وانا من الجماهير الحاشده؟ اكيد انت من الجماهير. استاذ انا ناوي اخطب لينا زميلتي بالجامعه، واهلها مصرين اخذ معي جاهه، وانا مثل ما بيقولوا يعني مقطوع من شجره، فاذا بتتكرم حضرتك يعني وبتجي معي على الجاهه والله بتكون خدمتي خدمه العمر، ويعني قد ما اقول لك واكثر، قد ما اقول لك واكثر، هي يعني فيها ثواب قد 3 بطولات مسلسلات والله. وين حاطين الكاميرا؟ انو كاميرا استاذ؟ الكاميرا الخفيه وين حاطينها؟ اطلع من هالابواب علي. بالاذن يا جماعه. تكون هي الكاميرا الخفيه، لكن وين حاطينها؟ وين حاطينها الكاميرا؟ فين حاطين الكاميرا؟ بدي اعرف. قل له لزياد سحتوت 3 مرات حاول يعمل فيني مقلب، لا طلع له لا هو ولا رضوان قنطار. بالاذن يا جماعه، بالاذن. سؤال واحد. شو صار مع السيد عدنان؟ ما زبط لك جاهه؟ مش بعرفني، كل ما اقول له بيقول لي حط رجلك بايديك بمي بارده، بس بتعرفي قال لي رح يزبط لي اكبر جاهه بالعالم. ايه انا خايفه اطلعي اكبر مجذوبه بالعالم. شو قصدك؟ انا خايفه يكون عم يضحك عليكي، يعني ما بدي 10 ايام تظبيط جاهه. بتعرفي شو؟ يعني حتى لو 10 سنين انا مستعده استناه، شو وراي؟ جامعة، وبما انه انت حضرتك رياضي معروف واخذ لك 10 15 ميداليه، يعني الواحد هيك بيرفع راسه فيك. والشغله والله العظيم مآجرة، يعني فيها ثواب قد ما اقول لك واكثر. يعني قد ما يعني قد 5 مباريات بالدوري. شو قلت؟ شو قلت حبيب؟ بدي اياك تطلع معي جاهة. تعال روح ان شاء الله بتخسروا مع فريق عارفين عشان فوتبول. شو شايف في حالك؟ رياضي درجة 10. هلكت يا كريم، هلكت انك تلاقي حدا يروح معي على الجاهة. لا تعتب. ليش مع مين حكيت؟ قول مع مين ما حكيت، ما خليت حدا يعتب علي. فنانين، مذيعين، رياضيين، ناشطين سياسيين، رجال اعمال. طيب شو النتيجة؟ النتيجة انه كله اعتذارات، ليش هيك الناس صايرة مع بعضها ما بعرف، ما حدا فيه خير لحدا. الله يسامحك، ليش ما قلت لي؟ كنت حكيت لك مع جوز خالتي روح معك بالجاهة. مع احترامي لزوج خالتك انا بدي جاهة ما صارت قبل هالمرة، ثم انه زلمة واحد للجاهة تبعي ما بكفي. لك يا بني ادم، جوز خالتي بيكون ملهم ابو الرجا. ولي ملهم ابو الرجا ما غيره؟ ايه نعم، اهم مسؤول بالبلد. قال زلمه واحد ما بكفي، قسما عظما لحتى مو بس يعطوك لينا، بجوز يحملوك بنات الضيعه كادو مالينا. زوج خالت قصدي الاستاذ ملهم بيقبل يروح معنا؟ نحكي معه، شو خسرانين؟ ايدي بزنارك داخل على عرضك يا كريم تحكي لي معه، شوف قلبت على نصي وانا عم بدور على الجاهه. خلص ولا يهمك،
راح اخذ لك موعد منه وبروح انا وياك لعنده. ضروري روح انا وياك. خلص روح انت وخبرني شو بصير معك. شو بنا يا زلمه؟ عم اقول لك جوز خالتك، يعني ما في داعي تخاف وتضطرب كل هالقد. يعني قلتك كريم هذا زوج خالتك بيقبل يروح معنا؟ يا زلمه عم اقول لك جوز خالتي، يعني شو عم تحكي انت؟ طيب كرمال الخبريه انا عازمك على قهوه، روح. يلا. شو قالوا لك؟ استاذ قالوا لي دكتور سيدي الرفيق قالوا لي انه لازم يكون حدا معنا مشان الجاهه، يعني بقصد الجاهه، وانا مثل ما بيقولوا مقطوع من الشجره وما عندي حدا. مفهوم. ها كريم، كيفك شلون بابا؟ الحمد لله بخير، بسلم عليك. وين ما عم نشوفك يا رجل؟ اكيد حضرتوا عندكم شغل يعني، فانا بقول لحالي انه ما في داعي. مفهوم. ايه يا اخ عبد القادر تفضل. استاذ عدنان. عدنان تفضل. يعني بفهم من كلامك انه حضرتك بدك يعني يكون معك بالجهه؟ والله بتكونوا فضلتوا على راسنا يعني، وانا بعرف انه وقتكم ما بيساعدكم لانه هم البلد على كتافكم يعني، بس ما بدي خطبتي تكون على حساب يعني المصالح الوطنيه العليا. زين اخوي اسماعيل، زين. عدنان سيدي الرفيق. عدنان، انت تريدني اروح وياك بالجهه تكرم عيونك كرمالك وكرم هذا الشاب الحلو كريم. تسلم يا خالد. وانت تعرف وقت ضيق كثير. كريم ابوي، انطينا نفكره. انا ممكن افضي من وقتي ساعتين ثلاث، يناسبك؟ اللي بتشوفوه سيدي الرفيق يعني انه هم ما يتعارضوا وقتكم مع المصالح القضايا العليا والمصالح. زين. ايش رايكم شباب يكون يوم الاربعاء الساعه 5 وننطلق من هين الساعه 4:30؟ الله هيك يا رب ينصر دينك يا سيدي الرفيق ويعلي مراتبك ونشوفك الامين العام لهيئه الامم المتحده يا رب. زين. عن جد عدنان؟ شو بنا لينا؟ هاي الشغلات فيها مزاح. خلص يوم الاربعاء الساعه 5. طيب والجاهه زبطت معك؟ لك ايه زبطيت؟ طيب اوعى تكون جاهه هات ايدك والحقني، انت بتعرف لانه اهلي يعني لينا شو بنا؟ ما وعدتك ساوي لك جاهه مصاري بتاريخ الضيعه؟ خلص وانا عند وعدي. طيب انت بس خبرني يعني مين بالجاهه؟ لا هي معلش خلي لي اياها مفاجاه. طيب ماشي. ايه وامتى جاي هالمره؟ الاربعاء الساعه 5. ان شاء الله كمان هالمره ما رح يجيب معه جاهه. لا رح يجيب معه جاهه. اسمعي يا بنتي، انا هالشاب رح اعطيه اخر فرصه، قولي له يجي على الموعد، بس اذا جاب معه جاهه بتسود ولش لا اعمل له منفض ما شاف مثله بحياته. مثل ما بدك يا ابي. طب انت ما بدك تقول لحدا من وجهاء الضيعه؟ لا ما بدي سود وشي مثل المره الماضيه، خلص بقول لابو شحاده وابو رامز وكم شاب وصلى الله وبارك. عين العقل. شو هالحكي؟ ابو الرجا رايح معه؟ طيب كيف وشلون؟ ومن وين لوين؟ لو كنت بعرف بده يصل لهون كنت اعطيته وش. ماشي، انا رح بتصرف مثل ما قلت لك. شو بصير معي رح خبرك. الله معك. اسمع، بدك تلاقي رقم المرحوم ابو سطيف باي طريقه. ابو سطيف الحاجب كان يشتغل عنا، واذا مات ما له ورثه ما له اهل. لاقي لي هذا قرايبه الشاب اللي اجى من كم يوم، شو اسمه؟ عدنان، اسمه عدنان. بتلاقيه وبتجيبه بسرعه، فهمت؟ يلا منيح اللي كنت تشوف مسلسل عدنان ولينا، ولا كنت نسيت اسمه؟ لطيف. يعطيكم العافيه. اهلا والله. مين منكم الاستاذ عدنان؟ الاستاذ عدنان. انا الاستاذ عدنان. حضرتك الاستاذ عدنان؟ استاذ عدنان نحن من طرف السيد المدير. انا مدير. ولو الاستاذ رضا صاحب المؤسسه اللي كان والدك الله يرحمه يجعل مسواه الجنه يشتغل فيها. ايه اهلين. استاذ رضا يعني حابب يشوفك استاذ ضروري. انا ليش؟ خير في شيء؟ لا كل خير ان شاء الله، بس يعني بعد اذنك استاذ، طبعا انت على فضاوتك هيك ايمتى بتحصل تشرفنا على المكتب. خلص روح انت هلا وانا ان شاء الله بكره الصبح بمر لعنده.
متشرف على مكتبك الصغير استاذ. يلا بالاذن. اذنك معنا. شو القصة عدنان؟ لا تسألني لأني ما بعرف شيء. أهلا سيد عدنان، والله إلك وحشة. لك يا رجل اجيت من عندنا مرة وما اعتدت؟ يعني الحقيقة استاذ بعرفك شو بدك تقول. لو تعرف معزة المرحوم عندي، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. تعيش تترحم يا استاذ. ما قلت لي كيف خطيبتك لينا؟ بتطير العقل. تعرف عدنان ولينا نبقاني لبعضهم كثير. بتذكرني بمسلسل افلام كرتون عدنان ولينا، كنت اقعد اتفرج، قصدي كانوا الاولاد يقعدوا يتفرجوا عليه وكانوا كثير مبسوطين. سيد عدنان ما قلت لي امتى الهمه؟ ان شاء الله ان شاء الله الاربعاء الجاي طالعين نطلبها رسمي. الف مبروك، الف مبروك ان شاء الله. بتعرف سيد عدنان، انت طلبت مني اني اطلع معك جاهه، وبغتك كنت انا مشغول وماني فاضي، بس بعدها قعدت وفكرت لحالي، قلت لا يا ولد، هذا ابن المرحوم ابو عدنان، لازم تطلع معه جاهه. لذلك انا فضيت حالي وجاهز، هي اذا انت ما عندك مانع. بالعكس يا استاذ، نحن بنتشرف فيكم. ايه ما قلت لي امتى ساعة الصفر؟ قصدي امتى ساعة الانطلاق؟ ان شاء الله ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة 4 من ساحة تمويل. حلوة هي، يوم الاربعاء الساعة 4 على بركة الله. يكتر خيرك يا رب. ممتاز كثير. انت ما بتعرف معزة المرحوم ابو سطيف عنا، الله يرحمه ويجعل مسواه جنة يا رب. تعيش وتترحم يا استاذ ان شاء الله. وامتى الانطلاق؟ يوم الاربعاء الساعة 4 من ساحة الأموية. عظيم. ايه سعيد، امتى قررتوا الاجتماع؟ لا 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 لا، الأربعة ما بيناسبني. إيه عندي لازمة. بدنا نروح نخطب لقرايبة المعلم. الله يبارك فيك. يعني خليها الخميس، بنكون خطبنا وقرينا الفاتحة ومشي الحال. ايه ايه طيب منيح، الله معك الله معك. خميس لكان، اوكي مع السلامة. قسما عظما، وما لك علي يمين تحلفني انه مو معقول. امتى رح يصلوا جماعتك يا مختار؟ على قولتهم الساعة 5 بيكونوا هون. بس يا جماعة كان لازم ندعي كل وجهاء الضيعة، مو حلوة نوقف شابين 3 مشان يستقبلوا. لك يا أبو رامز، المرة الماضية جمعنا كل أهل الضيعة وطلعنا بالخزوة. مختار يا مختار، ولك شبك شو صاير لك؟ شو في؟ يا لطيف على الشوفة، شغلة ما بتتصدق. قسما عظما خيلتني، بيض هالجوهرة خلصني. شو في؟ أكثر من 10 سيارات حكومية قدامهم بتوع الشرطة، شفتهم فايتين على الضيعة. اوف، منو هدول؟ أكيد مسؤولين كبار. بس ما حدا خبرني من الشام إنه في مسؤولين جايين على الضيعة. قسما عظما شغلة بتحط العقل بالكف. هلا شو نعمل يا مختار؟ اسمع، بتروح بتنادي لكل وجهاء الضيعة خليني يجوا لهون بسرعة. يلا وانتو شرفوا معي لشوف. يلا.
مين؟ كنا فرشنا الطرقات سجاد وذبحنا الذبايح. يا اهلا وسهلا. مين؟ عدنان بيك. يا اهلين يا ابني. اهلين. مرحبا عمو. اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا. شرفوا سيدنا شرفوا. يعني فعلا رح نعتبر هذا اليوم عيد وطني للضيعه. تفضلوا تفضلوا. زين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. واسمحوا لي بهذه المناسبة العظيمة التي ألتقيها بكم الآن هو مصدر سعادة لي بلقائكم جميعا. نحن أسعد يا مولانا. واسمحوا لي أيضا أقول لكم بأنكم أنتم مصدر سعادتي وفرحي وهنائي وسروري، فأنتم مبعث أملنا وفخرنا واعتزازنا واعتزاز كل المناضلين والشرفاء في هذا العالم. واسمحوا لي أن أؤكد لكم أيضا أن هذه المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة وأخوتنا الفلاحين لم تأتي من عبث ولا من فراغ، لا، وإنما نتيجة صراع طويل ومرير، صراع أيديولوجي سياسي طبقي بين قوانا الطليعية المناضلة الثورية من عمال وفلاحين وجنود وصغار كسبة في وجه قوى الشر والعدوان والإمبريالية العالمية الحاقدة. ألف مبروك يا بنتي، والله الجاهة اللي اجت مشانك ما اجت لحدا لمرات الضيعة. شفتي امي سوا مثل ما قال لي تمام. يا الله مالي مصدقه يا عدنان، كل هدول جايين مشاني. تقبري قلبي، والله بتستاهلي كل خير. ليش هون؟ ما يحكوا بالموضوع بقى، هيقضوها خطابات. طولي بالك امي طولي بالك، الا ما يحكوا بالموضوع. ولا يخفى عليكم وأنتم الفصيل الطليعي في هذه القرية المناضلة الوضع السياسي الراهن الإقليمي إنه خطير جدا، ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما على مستوى الإقليمي والدولي. لقد بدأت هذه الطغمة الشرسة الحاقدة وأزلامها بالتربص بمقدرات هذا الوطن من خلال دعم مباشر وغير مباشر من دوائر الضغط الإمبريالي الصهيوني العالمي. إن الاستعمار والصهيونية ودوائر القرار الإمبريالي تحاول من خلال أدواتها وأسلامها في هذه المنطقة أن تنال من شعبنا وأن تنال من وحدتنا الوطنية وتلاحمنا الداخلي. سيدي الرفيق مشان الخطبة. عبد السلام ايش بيك؟ أنا مكمل، رح نوصل الخطبة. أيها الأخوة، لقد اعتقد الاستعمار وأعوانه وأسلامه في المنطقة أننا غافلون عما يفعلون، وتوقعوا منا أن نكون مكتوفي الأيدي، ولكنني أقسم أمامكم جميعا وشرفكم ونضالكم أننا لن نركع ما دام فينا طفل يرضع. هي علينا، انت ضيبيض هالجوهرة بقى؟ يا امي والله ما بعرف. اهلا وسهلا. الله معكم. مع السلامه. شكرا. سيدي الرفيق نسيت تخطب لي. لك عبد الكريم، ايش هذا اللي احنا كنا عم نسوي؟ ما عملنا خطبة. قصدي تخطب لي لينا. ليش ما ذكرتني يا عبد الكريم؟ الله يسامحك، غير مرة يا ابني، الحين ما هي حلوة. زين اطلع ابني اطلع. لك اني حاجة تبكي، الله يرضى عليكي.
امي اذا ما بدهم يجوا يخطبوا ليش جايين هدول كلهم؟ امي بجوز جايين زياره عاديه. يعني كل هدول زياره عاديه؟ يا بنتي انت نسياني انه ابوكي مختار الضيعه وانه من الطبيعي يجي لعند هيك ناس تقال. وعدنان شو بو؟ ليش جاي معهم اذا ما في خطبه؟ هو من جهه الخطبه في خطبه. ما شفتي الخطبه اللي قرأنا اياها ابو الرجاء؟ الله يرضى. بس ما فينا نستخدمها غير لبند او اكثر من اصل مجموعه فنون، وذلك عن طريق القائمه اللي بتعرض أنا والله اليوم ما عجبتني المحاضرة من شو كان رأيك فيها؟ أنا والله ما عجبتني فيها. شو كان رأيك فيها؟ طيب وبعدين؟ خلص لينا قلت لك حطي ايديك ورجليك بمي بارده. يا عدنان صار لي سنتين حاطه اجري وايدي بمي بارده وحياة الله فلشت. طيب خلص انت خذي موعد الخميس الجاي من اهلك واتركي الموضوع علي. يا الله صرت استحي من اهلي من كثر ما اخذت لك مواعيد. لينا هالمره رح تزبط انا متاكد. وان شاء الله بجاها ولا بلا جاها؟ ما بعرف خليها على التيسير. طيب شو رايك نحكي مع ابو الرجا خليه يجي مره ثانيه بس ما ينسى يحكي بالموضوع. ما حلوة نحكي مع ابو الرجا مره ثانيه. طيب مين بدك تجيب معك؟ خلص لينا قلت لك خلي الموضوع علي، شو ما في غير ابو الرجا بالبلد. طيب افتح لي هي للصيد. ان شاء الله صحة. يعني انت الانسه لينا يلي طلعنا جاها مشانها؟ أنا الآن سيلينا وجاي أطلب منك إنه حضرتك يعني تكمل معروفك معنا. شكون؟ شلون يعني؟ يعني حضرتك لما طلعت لعنا على الضيعة ما طلبتني لعدنان، يعني نسيت إنك تطلبني لعدنان، فيعني يا ريت تجي معه جاهة مرة ثانية لأنه من هذاك اليوم هو عم بيدور على جاهة تروح معه على الضيعة. زين، نقول لعدنان لا يعذب حاله. أنا بطلع جاهة لوحدي، بس بعد ما تاخذي لي موعد من أبوك. شكرا أستاذ.